لو ما تعرفش ازاي تخلي برنامج الاكسل يبعت ايميل في ملف الاكسل او يحوله لك PDF بضغطة زرار، تعال اقول لك ازاي. تعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما يبقى كده بتقدرني، انما بتعمل تقرا وما تعملش حاجه تبحلق وتبرق بس في الكومنت. زي ما انتم شايفين انا فاتح ملف اكسل، هخش على قائمة هوم هلاقي في اداة جديدة اسمها ايميل as PDF attachment. لو دوست عليها هيبدأ يحمل معايا وهيفتح لي برنامج الاوتلوك. ملاحظ ان هو فتح لي دلوقتي برنامج الاوتلوك، هقدر اكتب الايميل اللي انا عايز ابعت له، وهلاحظ انه ضاف لي الاتاتشمنت بتاعتي على انها PDF. طبعا عشان تعرف انا عملت كده ازاي لازم تتابع الفيديو لحد الاخر. اول حاجة بنظبط الملف بتاعنا علشان لما نسيفه PDF ويتبعت سليم. بنختار من بيج لاي اوت السايز، اختار السايز بتاع A4. لاحظ ان ظهر لي الخط الفاصل ما بين الصفحات وبعضها، اختار لاندسكيب علشان تبقى الصفحة بالعرض. ومن المارجنز هختار نارو علشان يديني مساحة داخل الورقة أكبر. بعد كده هبدأ أظهر الأداة هظهرها من قائمة فايل، هختار من كلمة مور تحت اوبشن، ومن اوبشن هختار كاستمايز ريبن. هختار من كاستمايز ريبن فوق اول كوماند عشان اظهر اوامر الاكسل كلها اللي ممكن استخدمها، طبعا اوامر كتيرة جدا. هبدأ انزل بالشريط بتاعي وهدور على الاوامر اللي بتبدأ بحرف الاي، علشان انا بدور على ايميل as PDF attachment او كلمة ايميل. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هضيف جروب جديدة في القائمة اللي انا عايزها. فلو انا عايز قائمة هوم هقف عليها، هختار اخر واحدة من قائمة هوم واقول له نيو جروب. هيضيف لي جروب جديد، هديله رينيم، اغير الاسم واقدر اسميه باللي انا عايزه. ممكن اسميه باسمي وممكن اسميه بايميل. كده يبقى انا اخترت الجروب، هعلم على الادوات واقول له اد. انا اخترت ايميل وايميل as PDF وبكده يبقى انا نزلت الادوات عندي في قائمة هوم. هلاقيها موجودة على اليمين خالص، مكتوب ايميل وايميل as PDF. انا اخترت ايميل as PDF attachment. هيبدأ يحمل معايا لانه هيفتح برنامج الاوتلوك. بعد ما بيحمل معايا هيظهر لي شاشة برنامج الاوتلوك، واللي هختار منها انا عايز ابعت الايميل ده لمين. طبعا لاحظ ان الاتاتشمنت نزلت جاهزة. لو انا اخترت ايميل بس هلاحظ انها هيفتح لي الاوتلوك علشان يحمل لي الملف، بس مش PDF المرة دي، هيحمل لي الملف على انه اكسل فايل. ملاحظين؟ وبكده انا اقدر ابعت الايميل اكسل فايل او PDF. وبكده يبقى احنا اتعلمنا واحدة من اسرار برنامج الاكسل. تابعونا في بقية الفيديوهات عشان نتعلم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتكتبوا لنا في الكومنت التعليقات بتاعتكم. سلام.